في العام 1944 اكتشف عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية إنفاق ضخم من ملايين الدولارات في مشروع غامض يتبع لوزارة الدفاع الأمريكية. بعدها مباشرة اتصل هذا السيناتور بهنري ستيمسون، وكان في وقتها وزير الحرب الأمريكي. أقنع السيناتور التخلي عن هذا التحقيق على الفور لمسألة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وبعد ذلك تم إخطار الرئيس الأمريكي، وكان في ذلك الوقت هاري ترومان، أن تلك الملايين التي أنفقت كانت على مشروع منهاتن النووي. وبعدها بأيام قليلة واجه الرئيس الأمريكي هاري ترومان قراراً صعباً للغاية وكان متردداً في اتخاذه، وهو استخدام هذه القنابل الذرية في الحرب العالمية الثانية، وذلك بتدمير المدينتين اليابانيتين هيروشيما وناجازاكي. وكانت تلك لحظة تاريخية ليس فقط في القرن العشرين ولكن في مستقبل البشرية جمعاء، لأنه منذ ذلك الوقت فصاعدا سيكون دائما هنالك قنبلة نووية على العالم التعامل معها، وكونه ذلك السبب الوحيد الذي أنهى الحرب العالمية الثانية. ولكن هل هذا هو السبب الوحيد الذي دفع اليابان للاستسلام؟ كيف تم اتخاذ قرار إلقاء القنابل؟ وأين؟ وهل كان من الضروري حقا إلقائها مرتين؟ لماذا كانت أمريكا بحاجة إلى نجاحها؟ في يوليو من العام 1945 كانت الحرب في أوروبا قد انتهت تماما، ولكن الحرب في المحيط الهادي كانت لا تزال مستمرة. مؤتمر بوتسدام الذي عقد في الشهر نفسه طالب قادة الحلفاء بالاستسلام غير المشروط لليابان. الحقيقة هي أن الحرب اليابانية كانت صعبة للغاية ومكلفة من ناحية الأعداد والأرواح من وجهة نظر أمريكية، وهم يعلمون أنهم إذا اضطروا إلى شن حرب شاملة ضد اليابان، وهذا ما كانوا يتوقعونه، فإن ذلك سيكلفهم ثمنا باهظا. كانوا يتوقعون تكبد خسائر فادحة، ورأوا في القنبلة وسيلة محتملة لكسر إرادة اليابانيين، وبالتالي تجنب الشروع في الغزو المكلف للغاية. ومع ذلك كانت هذه الخطة تعتمد كليا على النجاح وتطوير القنبلة النووية، وهو ما تحقق في 16 من يوليو، وذلك عندما نجح اختبار ترينيتي في إحداث أول انفجار نووي في العالم. ما لم يثبته هو نظام توصيل القنبلة إلى المكان الذين يريدون تفجيره. هذه القنبلة تسمى ليتل بوي أو الطفل الصغير، وكان أول اختبار لهذا الطفل الصغير على هيروشيما، وكانت مختلفة عن الجهاز الذي تم اختباره كجزء من مشروع منهاتن. والقنبلة التي تم اختبارها في مشروع منهاتن كانت تسمى بالفات بوي الطفل الكبير. في اختبار ترينيتي تم وضع القنبلة فقط على هيكل ضخم في وسط الصحراء، لم يتم تحميلها على طائرة، وهذا الشيء لم يتم اختباره من قبل، لأنه لم يكن من الممكن اختباره، لأنه لا يمكن القيام به إلا عندما يتم تنفيذه لأول مرة. لذلك كان هنالك هذا التحدي الإضافي الذي يجب مواجهته. كيف يمكنك تفجير هذه القنبلة من الأعلى؟ تأخذ هذه القنبلة إلى المكان الذي تريده وتضمن أنها تقوم بما يفترض بها أن تقوم به دون تعريض الطاقم الذي ينقل هذه القنبلة للخطر، ويسمح لهم بالعودة إلى ديارهم أيضا. كان الجواب هو طائرة B-2 سوبر فورست. لقد دخلت طائرة B-2 الخدمة مؤخرا، وأتاحت للولايات المتحدة الأمريكية القدرة على الوصول للجزر اليابانية وإلقاء القنابل من الأعلى على الجزر اليابانية. من وجهة نظر الشعب الياباني كان هذا تصعيدا خطيرا للغاية، وجعلهم عرضة لسلسلة من الغارات الجوية التي سبقت إلقاء القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكي. كانت هذه الغارات مدمرة جدا في حد ذاتها، خاصة على طوكيو، والتي قصفت بالقنابل الحارقة التي تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ومعاناة هائلة للسكان في مدينة طوكيو. لذلك شعر المدنيون اليابانيون بالضعف تحت وطأة هذه الطائرات الأمريكية. كانت طائرة B-2 تحلق بارتفاعات عالية، من الصعب على المقاتلات اليابانية الوصول إليها، مما يعني أنه كان من الصعب للغاية الدفاع ضد هذه الطائرات الأمريكية، وهذا جعلها الخيار الأفضل لتتحمل الوزن الإضافي للقنابل النووية. ولكن بقى السؤال حول المكان الذي ستسلم فيه هذه الطائرات حمولتها الكارثية. لذلك عند تحديد المواقع التي ستنفجر فيها هذه القنبلة هنالك اعتبارات كثيرة يجب اتخاذها قبل اختيار هذا المكان. يريدون مكانا لم يتعرض لقصف مكثف من قبل، لأنهم يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على مراقبة القدرة الكاملة لهذه القنبلة النووية. يجب أن يكون الهدف ذو مصداقية عسكرية مشروعة، ويجب أن يكون لديه بنية تحتية عسكرية، كما يجب أن يكون لديه بنية تحتية محلية أيضا، لأن هذا أيضا مقياس مهم من هذا المنظور.
من حيث تحديد، وغالبا ما تكون البنية التحتية العسكرية في اليابان محاطة بالبنية التحتية المدنية، وهذا هو الحال بالنسبة لمعظم الأماكن التي يستهدفونها الأمريكيين. وكانت لديهم قائمة مختصرة بالأماكن التي يبحثون عنها، وكانت هيروشيما هي بالطبع أحد الأماكن المفضلة هذه القائمة، لأنها تتوافق مع جميع الاعتبارات المختلفة التي تم تحديدها لهدف محتمل، وبالتالي أصبحت هيروشيما في النهاية الهدف رقم 1. في الساعة 2:45 صباحا من يوم 6 من أغسطس عام 1945 أقلعت طائرة إنولا جاي من جزر مارينا حاملة قنبلة ليتل بوي برفقة طائرتين أخريتين للمراقبة. بعد حوالي 6 ساعات من الطيران وصل الطاقم المكون من 12 رجلا إلى هيروشيما، وفي الساعة 8:15 صباحا بالتوقيت المحلي الياباني أطلقت أول قنبلة نووية في العالم على الأرض. تم إصدار إنذار بغارة جوية من قبل ساعة من ذلك، ولكن تم سحبه بسبب انخفاض التهديد المتوقع من 3 طائرات فقط تقترب من المدينة. لذلك عندما تم إطلاق القنبلة على ارتفاع 30,000 قدم فوق المدينة، كان معظم سكان هيروشيما البالغ عددهم على نحو 400,000 نسمة يمارسون أنشطتهم اليومية. بعد 43 ثانية من إطلاقها انفجرت القنبلة، وأول ما لاحظه الأشخاص على الأرض كان وميضا مبهرا من الضوء، وتلا ذلك موجة حرارة مدمرة أدت إلى تبخير كل شيء وكل شخص في نطاقها المباشر، وتلا ذلك موجة ضغط مدمرة بشكل كارثي فجرت كل شيء في طريقها إلى أشلاء. كان ذلك بمثابة نهاية العالم التي تحققت في تلك اللحظة على مدينة بأكملها. كانت الآثار عبارة عن مشهد من الدمار الشامل على مستوى لم يسبق له مثيل. ثلثي مباني هيروشيما دمرت بالكامل، عشرات الآلاف ماتوا خلال ثوان معدودة من الانفجار، وكثير منهم تبخروا على الفور، وأولئك الذين استطاعوا الهروب بحياتهم أصيبوا بحروق خطيرة خوفا من هجوم آخر. لم يفهم أحد في تلك اللحظة ما الذي حدث بالضبط. مع ذلك كانت المعاناة قد بدأت للتو، وفي الأيام التي تلت ذلك بدأت ظاهرة جديدة تظهر أيضا، شيء لم يسبق لأحد أن واجهه من قبل، مجموعة من الأعراض التي وصفت بأنها مرض نووي. تظهر هذه الأعراض بطرق مختلفة، ولكنها لها عواقب مدمرة على المصابين، ويموت الناس من هذه الأمراض التي لا علاقة لها مباشرة بإصاباتهم. إنها شيء جديد، وبالطبع هذا ما يسمى التسمم الإشعاعي. هذا شيء لم يعرفه أحد من قبل ولم يتعامل معه أحد من قبل، لأنهم ليسوا متأكدين تماما مما هو عليه وكيف سيتطور. وفي الأيام التي تلت ذلك أدى ذلك إلى موجة أخرى من الوفيات. في الأسابيع التي تلت ذلك كان هنالك المزيد، وبالطبع العواقب طويلة المدى لشيء ما زال اليابانيون يحاولون فهمه حتى اليوم. هنالك جدل مستمر بين العلماء والمهنيين الطبيين حول ماهية الآثار طويلة المدى لهذا التعرض الإشعاعي على أولئك الذين تعرضوا له. وفي بعض النواحي على الأجيال التي تلتهم أيضا، كان العلماء الذين عملوا في مشروع منهاتن يعلمون أن الإشعاع سيكون مشكلة في المستقبل بعد الانفجار، واتخذوا خطوات للتخفيف من آثاره. سيموت عدد أكبر من الناس في الأسابيع والأشهر التي تلت الانفجار. الأطباء اليابانيون الذين وصلوا لاحقا واجهوا صعوبة في البداية في فهم أن مرضاهم يعانون من الإشعاع. وصل أطباء الحلفاء لاحقا لعلاج الناجين إلى جانب العلماء اليابانيين. لذلك هنالك تقديرات مختلفة حول عدد الأشخاص الذين ماتوا في أعقاب القصف في الأسابيع والأشهر التي تلت ذلك، لكن الخسائر كانت كارثية بكل المقاييس، ويمكن أن تصل إلى حوالي 120,000 شخص. أي أنه على الرغم من طبيعته الكارثية فإنه يمكن مقارنته نسبيا ببعض القصف الناري، خاصة في طوكيو الذي سبق إلقاء القنبلة. ما يختلف هنا أنه لم تكن هنالك موجات هائلة من القنابل التي تسببت في ذلك. كانت هذه الخسائر من طائرة واحدة تحمل قنبلة واحدة تم إسقاطها في وقت واحد في مكان واحد، سبب كل هذا الدمار في غضون ثوان معدودة. في البداية لم تفهم القيادة اليابانية ما حدث للتو، ولكنها بعد 16 ساعة من قصف القنبلة لهيروشيما أعلن الرئيس ترومان ذلك للعالم. لم يكشف فقط عن وجود القنبلة الذرية، بل أنه استخدم واحدة للتو. بينما كان اليابانيون لا يزالون يحاولون فهم ما حدث بالضبط لهيروشيما وكيفية التعامل مع الأمر، ألقى الأمريكيون قنبلة أخرى على ناجازاكي. وفي الواقع بينما سارت
القنبلة الأولى على هيروشيما بشكل مثالي وفقا للخطة، لم تسر الغارة الأمريكية على ناجازاكي على هذا النحو، وهذا يعني أن القنبلة لم تلقى في المكان المقصود، وأنها تسببت في دمار أقل مما كان يمكن أن تتسببه على بعد ميلين من وسط ناجازاكي، مما أدى إلى مقتل 40 ألف شخص على الفور، وهو عدد أقل بكثير من العدد المقدر ب100 ألف شخص لو كانت أصابت هذه القنبلة وسط المدينة. ومع ذلك لم تكن ناجازاكي الهدف الأول على الإطلاق، كانت كوكورا هي الموقع المخطط له لإلقاء القنبلة الذرية الثانية فات بوي، وقام طاقم بوكس كار ب3 جولات فوق المدينة، لكن الطقس الغائم حجب الهدف، لأن الرئيس الأمريكي ترومان أصدر أوامر صريحة بإلقاء القنابل الذرية يدويا دون استخدام الرادار، مما أجبر طاقم بوكس كار على الانتقال إلى هدفهم الثاني في ناجازاكي. وبمجرد وصولهم تسببت الغيوم في مزيد من المشاكل، حتى أبلغ القاذف عن وجود فجوة في الغيوم كبيرة بما يكفي لإلقاء القنبلة. لم يكن لدى اليابان الكثير من الوقت للرد على ما حدث، كان كل ما كانت اليابان تفكر في القيام به قد بدأ بالفعل، لم يكن لديهم الوقت الكافي للتعامل بشكل جاد ومناسب مع الحدث بالفعل. في 6 من أغسطس قبل أيام قليلة فقط، حقيقة أن القنبلتين وصلتا في وقت متقارب، ظن اليابانيون أنه يمكن أن يكون هنالك المزيد من هذه القنابل. الوحيدين الذين كانوا يعلمون أنه لم يكن هنالك سوى قنبلتين صالحتين للاستخدام في ذلك الوقت هم أولئك الذين كانوا على صلة وثيقة بالمشروع والرئيس ومحيطه. وبالتأكيد من منظور اليابان كان هنالك احتمال حقيقي بأنهم كانوا يمتلكون السلسلة كاملة من هذه القنابل، وفي الواقع كانت تلك هي نية الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى تلك المرحلة، لكنهم كانوا مستعدين في تلك المرحلة على أن يطوروا المزيد من هذه القنابل. في 9 من أغسطس غزا الاتحاد السوفيتي منشوريا في الصين، وبذلك أعلنوا الحرب على اليابان. لذا أصبحت اليابان الآن تواجه مشكلتين منفصلتين. لقد عانت اليابان للتو من هجومين مدمرين منفصلين، ووعد ترومان بمواصلة الهجوم حتى تستسلم اليابان. والسوفيت الذين كان بعض المسؤولين اليابانيين يأملون أن يتوسطوا للحصول على شروط أكثر ملائمة، أصبحوا الآن في حالة حرب معهم أيضا. وإذا استمرت الحرب فإن غزوا شاملا لليابان القارية كان محتوما. كان الخيار واضحا على ما يبدو. أعلن الإمبراطور هيروهيتو استسلام اليابان رسميا في 15 من أغسطس عام 1945 على الرغم من معارضة العديد من القادة العسكريين، وحتى كانت هنالك محاولة انقلاب فاشلة لمنع ذلك. وافقت اليابان على شروط الحلفاء غير المشروطة باستثناء شيء واحد، وهو بقاء الإمبراطور هيروهيتو في منصبه، على الرغم من أن هاري ترومان كان يعلم أن هذا السلاح يتمتع بقدرة تدميرية غير مسبوقة، إلا أنه كان يعامله في النهاية كأي سلاح آخر في سياق الحرب. لذلك عندما سمح باستخدامه في اليابان لم يعطي تعليمات صريحة بشأن تاريخ إلقائه، سوى أنه قال أنه لا ينبغي إلقائه قبل 3 من أغسطس عام 1945. لم يعطي تواريخ محددة بشأن المكان الذي يجب إسقاطها فيه، ولم يعطي تعليمات صريحة بشأن موعد الإسقاط. بعد قصف ناجازاكي تغير ذلك، أصدر أمرا صريحا بأنه لا يجب إسقاط المزيد من هذه القنابل دون تعليمات مباشرة وصريحة منه. ويبدو واضحا جدا من كلامه وما كتبه في ذلك الوقت أنه أدرك كما أدرك العالم أن هذا الشيء مختلفا، وأنه لا يمكن التفكير في التكلفة البشرية لاستخدام هذه القنابل مرة أخرى ما لم يكن هنالك أسباب وجيهة للغاية للقيام بذلك. لا يزال قرار إلقاء القنابل على اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية مثيرا للجدل بشكل غير عادي حتى يومنا هذا. هنالك من يؤكدون أن الحرب كانت ستنتهي دون الحاجة إلى استخدامها. هنالك من يؤكدون أنه حتى لو كان لها دور مهم في النهاية في إجبار اليابان على الاستسلام، فإن ذلك لا يمكن تبريره بالتكلفة البشرية التي ترتبت عليه، ولكن هذا أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف. هنالك من يؤكدون في أماكن أخرى أن القنابل لم تكن في الواقع هي التي أنهت الحرب العالمية الثانية في آسيا والمحيط الهادي، بل كان قرار الاتحاد السوفيتي بإعلان الحرب على اليابان وغزو منشوريا. وفي النهاية من المرجح أننا لن نتوصل إلى إجابة مقنعة بشأن كيف استسلمت اليابان في الحرب العالمية الثانية. الشيء الآخر المهم حقا بشأن قرار إلغاء القنابل بالطبع هو أنه أدخل البشرية في العصر النووي،
وهذا يعني أنه منذ تلك اللحظة فصاعدا سنعيش جميعا بطرق مختلفة في ظل القنبلة الذرية، لأن قرار إلقاء القنبلة قد يكون لعب دورا في نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أنه لعب بالتأكيد دورا حاسما في الحرب التي تلت ذلك، فقد أصبح الجزء المركزي والمحدد للحرب الباردة. باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت لهذا الهجوم النووي، تظل اليابان حتى يومنا هذا دولة مناهضة للأسلحة النووية بشكل صارم، وتحافظ على المبادئ الثلاث غير النووية المتمثلة في عدم إنتاج الأسلحة النووية وعدم حيازتها وعدم السماح بوجودها على أراضيها.